ازيكم؟ يلا نشوف في فيديو مركز كده وتو ذا بوينت ازاي نقدر ان احنا ننشئ اول تواجد لينا على الويب، بره بقى السوشيال ميديا وبره الاكونتس والبيجز واليوتيوب شانلز والحسابات بتاعت التيك توك وسناب شات. ازاي يكون عندنا ممكن مثلا لو انا عايز اعمل بروفايل، عايز اعمل مثلا زي ملف للبزنس بتاعي، عايز اعمل مثلا شبه اللاندنج بيج او صفحه الهبوط اللي انا ممكن احط فيها البرودكتس او السيرفيسز، حتى البضاعه او الخدمات اللي انا بعرضها كبرودكتس ليا. او ممكن ازاي اعمل نفسي حتى بورتفوليو، انها ممكن تكون حاجه بتثبت هويتي الرقميه يعني قدام الناس، بشكل يكون يعني بورتفوليو او زي كده ايه سابقه او حافظه اعمال لينا. من الادوات اللي بتتيح ده بطريقه مجانيه طبعا هي بلوجر، وكلنا حتى نسمع بقى كلمه بلوجر اللي هو يعني ايه اسم الفاعل من كلمه بلوج اللي هو يدون وهو المدون، واللي بقت موجوده بقى. ولما ظهر اليوتيوب بقى فيه كلمه فلوجر اللي هو فيديو بلوجر، يعني حد بيعمل فيديو. بلوجز اللي هي فلوجز، يعني عارفين ايه الحاجات كده كلها مشيت في هذا الاتجاه. لكن اصل الموضوع ده كله كان بلوجر، اللي هي كانت الاداء الاكثر انتشارا قبل بقى انتشار السوشيال ميديا بالشكل المتناوي عليه دلوقتي. وما زال برضو في يعني بعض الناس بتحب لسه يكون عندها مدونه، تنشئ عليها محتوى اخباري، ادبي، بيحطوا البرودكتس بتاعتهم السيرفيسز زي ما اتفقنا. ممكن يعمل لها واحد يعمل فيها كده زي كانه هو صفحه الملف الشخصي بتاعه او يعني اللاندنج بيج. وكمان هي وسيله من وسائل الربح لو جاء زيارات بشكل ما مع نشر محتوى بشكل ما، اللي هي بتحقق شروط الربح بقى من جوجل. بيتربط المدونه بادسنس اللي هو يقدر يبتدي زي كده في قناه اليوتيوب بتبتدي على المشاهدات. هنا بقى تبقى القراءات او الزيارات يعني اللي بتيجي للمدونه بتكسب صاحبها ارباح بالشراكه مع جوجل، يعني او ايه زي ما بيحصل في يوتيوب وفي كتير من منصات السوشيال ميديا. كمان هي بتتيح طبعا ان انا ممكن اشوف statistics او اشوف كده الزيارات اللي جت او كده، قد ايه واتشافت كم مره، وعمل مثلا لو في كومنتس او اللي هي شكل من اشكال الانسايتس او الاناليتكس. احنا في الطبيعي هندخل على بلوجر دوت كوم، هي دي اسم المدونه او يعني اسم الاداه اللي بنمشي بيها المدونه، وهي موجود لها طبعا تطبيق على الموبايل اسمه بلوجر على الاندرويد والاي او اس. لما نبقى لسه جداد مش هنلاقي عندنا غير تحت كلمه او حرف البي ده، مش هنلاقي غير الكلمه اللي تحت دي اللي هي نيو بلوج. فبنقول له نيو بلوج، يقول لنا يلا عايزين نعمل المدونه الجديده بتاعتنا، الشكل بقى اللي احنا عايزين نسميه بيه دي حاجه يعني على كما يحلو لكل حد. فمثلا ممكن نسميها مثلا نيو بلوج. ممكن اسميها بالعربي او بالانجليزي او بالعربي والانجليزي مع بعض مثلا، اتس اوكي. لكن بيطلب مني لما بسميها او اديها اسم ان انا اديها بقى يو ار ال او حاجه زي اليوزر نيم، تكون حاجه يونيك يعني لم تكرر من قبل، من كلمه واحده بالانجليزي ما فيهاش حروف خاصه اللي هي الهاشتاج والكلام ده، ما فيهاش مسافات يعني، ولم تستخدم من قبل، يعني تكون اول حد بيستخدم الكلام ده. مثلا اقول انا عايز اسميها مثلا نيو لوج كده، هافاجئ انه يقول لي طبعا اتس نوت افيلبل. فبالتالي هحتاج بقى ان انا اغير مثلا احط رقم او حاجه. ممكن مثلا نسميها نيو بلوج اي جي مثلا، او ام اي ميدل ايست مثلا، يعني بنحاول كده نظبط. ممكن بقى نحط تاريخ ميلاد مثلا او حاجه زي كده، حتى ده اتس نوت افيلبل. طب خلاص نيو بلوج 25. لازم نفضل وراه بقى، يعني كتير بقى حد يقول لي ما فيش ومش عارف عشان هو ما فيش هنا اوبشن سيف مش فعال اصلا. فلازم نعمل حاجه مثلا عشان تظبط معانا، يعني نقعد بقى نروح ونيجي. الحمد لله نيو بلوج اربك او اربك يعني مشيت خلاص، فاحنا هنسميها كده ونقول له سيف. ممكن بقى تكون مدونه باسمي اسمها تامر المغازي دوت بلوج سبوت دوت كوم. ايا كان الاسم لازم يبقى لم يستخدم من قبل، لازم يكون انا اول حد سميته بهذا زي اليوزر نيم كده بتاع انستجرام وزي لما بنيجي نعمل جيميل. بس انا كده بقى عندي مدونه جاهزه ان انا خلاص اقول له يلا نعمل نيو بوست، يلا ننشر بقى مقالات. اللي هو بقى نقدر نحط هنا الارتكل، التايتل بتاعنا او العنوان يعني بتاع التدوينه او المقاله، وهنا نحط بقى الموضوع الكلام اللي احنا عايزين نكتبه. وعندنا فوق بقى شريط هنا الادوات اللي احنا نقدر نكتب فيه بقى كل حاجه، او نظبط بيه زي ما بنظبط في الاوفيس او في الوورد على طول. نقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه يعني من الشريط اللي فوق ده. ان انا اقدر اغير مثلا الكالر، ممكن اغير كده الكالر بتاع الكتابه، اخليه مثلا لون كذا. ممكن ان انا مثلا اخلي الكتابه بولد، ممكن ان انا اضيف صور كانسرتس كاتاتشمنتس او فيديوز، او احط حتى هايبر لينكس. ممكن كمان ان انا اغير تايب طبعا الفونت تايب والسايز بتاعه.
كل الاشياء اللي احنا ممكن ان احنا نكون نقدر يعني عايزين نعملها في كتابه محتوى او كده. بس وانا خلصت يعني انا طبعا هنعمل بس كده از ديمو، فهنسمي التايتل والارتكل اتنين كده واقول له ببلش. خلاص انا كده ابتديت ان انا انشئ او انشر كمان اول تدوينه منشاه ليا على المدونه بتاعتي. اللطيف طبعا ان هي بتنزل بثيم، ممكن يبقى مش الطف حاجه، شكله مش بيبقى حلو، عشان كده بنختار من ثيم هنا. طالما احنا واقفين بقى على البلوج اللي احنا عايزينها، اي لون بقى من الالوان بتاعه الثيمز والديزاينز بتاعت الثيمز واللاي اوت بتاع الثيمز اللي ممكن تبقى موجوده هنا، ونقول له مثلا عايزين ابلاي هذا الثيم، يقول لنا ابلايد. يبقى انا كده كمان بعد اما انشات المدونه بقى عندي قدره ان انا اغير الثيم او المظهر بتاعها. ولو انا عايز اشوف كيف صار الامر دلوقتي ليا، هقول له فيو بلوج، يقوم يوريني المدونه بالوانها. والمفروض هنا مثلا ادي التايتل اللي انا كتبته والموضوع اللي انا كتبته، افتحه كده اهو. فلو انا كنت كاتب موضوع بقى كان يبقى ايه، مصفوف هنا كده بال 200 300 400 كلمه اللي احنا كنا عايزينها. بس this is how to يعني create a blog كده في 5 أو 6 دقائق. اذا عجبكم الفيديو سعدني جدا متابعتكم ليا. كان معاكم تامر الموازي. هتلاقوا كتير على القناه هنا محتوى له علاقه بالديجيتال ماركتنج والسوشيال ميديا ماركتنج وكمان السيلز والماركتنج. فاشوفكم على خير. باي باي، سلام عليكم.